وبالمناسبه يا جماعه دي طريقه فاشله فاشله فاشله، ما حدش يجربها. دي كان هو ده السبب اللي بيخليني اخزن الكميه دي كلها، وتحديدا في التوقيت ده. وطبعا قلت لكم ان انا شارياه بسعر اقل من ربع ثمنه اللي موجود في اي هايبر. وزي ما شفتوا كده في الفيديو اللي فات انا كنت جايبه الطبق ب 15 جنيه، وهقول لكم جايباه منين. والفيديو يا جماعه والله قريب مش قديم، الفيديو ده انا لسه مصوراه وهقول لكم دلوقتي دليل اهو. بصوا كده الصوره دي زي ما انتم شايفين، التليفون مسجل ان انا صورت الفيديو ده بتاريخ 11 ديسمبر، يعني من 5 ايام بالظبط. يعني الفيديو قريب مش بتاع السنه اللي فاتت، ولا سعر قديم ولا حاجه يا جماعه. ودي الطريقه اللي انا بقول لكم بعملها وبحتفظ بيها بره الثلاجه، بتقعد من السنه للسنه. غير الطريقه الثانيه اللي انا علمتها لكم ان احنا بنحطها في الفريزر. تعالوا اقول لكم بقى الوصفه اللي علشان كده وعشان خاطرها بحتفظ بيه وبخزنه من السنه للسنه. هتجيبي طاسه وتحطي فيها حته زبده كده محترمه، هو الطعم كله في الزبده والمشروم. تحطي حته زبده كده محترمه، وهتكوني مجهزه فصين توم، فصين 3 توم، مش هنحتاجه اكتر من كده. يدوبك كده تشوحيهم وتشم ريحتهم، وبعد كده هتنزلي بقى عليهم بحبه محترمه من المشروم. لو عندك فريش هيبقى حلو جدا، لو عندك من اللي كان في الفريزر هيبقى ممتاز، لو عندك من المعلب اللي انا علمتك تعمليه ازاي هيبقى احسن واحسن، وطعمه حلو جدا وقوي جدا. هننزل بالتوابل اللي انا كنت كاتباها لك على الشاشه دي تباعا زي ما انتم شايفين كده، وهنديها تشويحه. ولازم نتاكد ان السوائل اللي في المشروم كلها اتبخرت وابتدت المشروم بتاعنا يتكرمل زي ما انت شايفه كده، علشان بعد كده ننزل بالدقيق. الوصفه دي اقتصاديه، هي المفروض بتتعمل بالكريمه، بس الكريمه طبعا غاليه جدا، فاحنا بنعملها بطريقه اقتصاديه. دول معلقه ونص كبار من الدقيق، هنشوحهم مع المشروم، وهننزل عليهم بنص لتر من الحليب، وتديها تقليبه كده على نار هاديه. ودي رشه كده اختياريه من البسباسه التابل اللي انا كنت قلت لكم ان هو بديل لجوز الطيب. اول ما يبتدى القوام بتاعها هيبقى بالشكل ده، هتكوني بقى مجهزه مكرونه كده لينجويني، هتنزلي بيها في قلب الصوص ده تقلبتين، وكلي احلى مكرونه مشروم وايت صوص. بتتقدم غاليه جدا في المطاعم، عملتيها انت في البيت بكل بساطه، ما بتاخدش ربع ساعه بالظبط من سلق المكرونه لعمل الصوص. وعايزه اقول لك الولاد بينسفوها نسف، ولو عامله ايه حطيت لهم الاكل ده جنب منه دي بتتاكل والاكل التاني ما بيتاكلش. فعشان كده انا بعملها، لان دي اسهل طريقه لارضاء ولادي. تعالي بقى اقول لك انا جايباه منين يا جماعه، علشان الناس اللي بتقول لي الفيديو قديم والسعر ده مش موجود. انا جايباه من العتبه تحديدا تحت كوبري الازهر يا جماعه. الاسعار دي موجوده، وموجود كمان في العتبه عند المسرح القومي ومسرح العرائس. الاسعار دي موجوده، ولو بتاخدي كميه بيبقى ب 15، لو هتاخدي علبه واحده او طبق واحد بيبقى الطبق ب 20 جنيه. ده اوان التخزين يا جماعه، ده التوقيت اللي بخزن فيه كل سنه، وراح اجيب تاني ان شاء الله، لان ال 20 طبق دول مش هيعملوا معايا حاجه، انا محتاجه كميه اكبر من كده، وبستغل فرق السعر اللي موجود في الهربارات. وبالمناسبه يا جماعه دي طريقه فاشله فاشله فاشله، ما حدش يجربها. دي كان حد اقترحها عليا، ان انا اخد المشروم زي ما هو كده احطه في الفريزر. طبعا زي ما انتم شايفين كده عباره عن سبونج مالوش اي، يعني بصوا حاجه كده يعني بجد بجد ربنا يعافينا ما حدش يجربها. انا خدت الاقتراح ده من الناس في التعليقات، وبجد ندمت ان انا عملت كده. المهم بقى يا جماعه، لو عجبكم الفيديو طبعا لايك وشير، واتمنى لكم كل خير.